عندما انضرب الزلزال سوريا الشقيقة حتى كان الجيش العراقي أول المبادرين لتقديم يد العون لها، وبإشراف مباشر من السيد معالي وزير الدفاع انطلقت قافلة وزارة الدفاع الإنسانية البرية إلى دمشق لتقديم المساعدات إلى الأشقاء في سوريا، حيث انطلقت القافلة من معسكر التاجي ومكونة من 42 شاحنة عسكرية محملة بالمواد الإغاثية والطبية والمواد الغذائية. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية ضمن سلسلة المبادرات التي يقوم بها الجيش العراقي لإغاثة وتقديم يد العون للبلد الشقيق سوريا. هذا وتم استقبال القافلة من قبل الجيش السوري، والذي عبر بدوره عن شكره وامتنانه للجيش العراقي لدوره الكبير في إغاثة المنكوبين.